السلام عليكم. تعرف انت نوع الفيديوهات اللي ما بتيجي مثلا تفتح تيك توك او انستجرام او يوتيوب او ايا كان السوشيال ميديا اللي انت فاتحها يعني، وبتعمل سكرولنج مثلا فبيطلع لك فيديوهات لتيتشرز كتير بيحكوا فكرة انك تقدر تتعلم اللغة في 4 شهور، في 5 شهور. يعني عارف انت نوع الفيديوهات دي اللي انت دايما سامعها، مثلا انت تقدر تتعلم اللغة في 4 شهور، انت تقدر تتعلمها في 6 شهور، اسبوعين، تقدر تعمل بلان لنفسك. سيلف ستادي، تعلم ذاتي خالص، اوصلك مثلا الليفل بي 1 او بي 2 في فترة معينة. انت بتحس ان الفيديوهات دي فيك، صح كده؟ وانا لو مش مثلا لو مش معلم انجليزي او فاهم في الانجليزي، هقول لك صح، ممكن كتير جدا تحس ان الفيديوهات دي فيك. بس تعالى احكي لك قصة من الاسلام نفسه، يعني من الدين بتاعنا. سيدنا زيد بن ثابت راح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عايز يروح معاه غزوة بدر. وكان سيدنا زيد بن ثابت ساعتها كان عنده 12 سنة. تخيل معايا، 12 سنة شخص عايز يروح يحارب. تخيل الهمة اللي كانت عند الشباب الصغيرين، مش شخص ماسك مطوة وعاوج بقه علشان يبقى كده حاسس نفسه راجل. لا، انا بقول لك شخص عنده 12 سنة عايز يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يكون معاه في غزوة بدر، ان هو يحارب، يعني يحارب مشركين ويحارب الكفار وان هو يخش معاهم. انت فاهم الفكرة؟ شخص عنده 12 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مرضاش، ما كانش سنه ينفع، يعني بتاتا 12 سنة ما كانش ينفع ان هو يحارب معاه في غزوة بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل شويه سيدنا زيد بن ثابت يروح له وهو عايز يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشارك في الغزوه وكل الكلام ده. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش برضه. وكان ساعتها ما فيش بقى اللي هو ايه واسطه ان هو يكلم مثلا سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا عثمان ولا ايا كان، ان هو يتشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا زيد ان هو يخش. لا، ما كانش في واسطه ساعتها في الكلام ده. انت مؤهل هتخش، مش مؤهل خلاص. دي اما دي كانت حرب اسلام. فكان ساعتها راحت ام سيدنا زيد بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ان سيدنا زيد بن ثابت مفطور من العياط ونفسه ان هو يشارك في غزوه بدر. يعني نفسه ان هو يشارك في الغزوه ويعد السلاح مع القتال ويحارب في الغزوه وكل الحاجات دي. بس ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم برضه ما وافقش. فيعني سيدنا زيد بن ثابت امه بتقول له ده فطن، سريع الفهم، سريع الحفظ، حاجات كتير. سيدنا زيد بن ثابت هو عنده 12 سنه. تخيل يا مؤمن، شخص عنده 12 سنه عايز يحارب، سريع الفهم، سريع الحفظ، بيخلص اي حاجه معاه في منت الا منت. انت بتتكلم على اشخاص سيدنا زيد بن ثابت، يعني ان ربنا اصطفاهم على جميع العالمين، يعني ربنا اصطفاهم على جميع الناس. فتخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما يرجعش ام سيدنا زيد بن ثابت يعني غير مجبوره، فقال لها لو ان سيدنا زيد بن ثابت صح زي ما انت بتقولي ان هو سريع الحفظ وسريع الفهم والكلام ده، فلغه اليهود اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاربهم ما كانش فاهمها، وحاشا لله يعني. ولكن هو لم يفهم اللغة بتاعة اليهود في كتابتها، في الطريقة اللي بيلقوا بيها. عايز يحلل اللغة دي علشان يعرف هم بيعدوا لإيه، يعني بيتكلموا لإيه، بالكتابة بتاعتهم دي عن إيه، إزاي يقدر يفهم اللغة بتاعتهم علشان يقدر يعدلهم العدة صح. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فاهم، ما كانش حاشا لله يعني، بس ما كانش ان هو لا يدرك معنى اللغة بتاعت اليهود، ما كانش مدركها. فساعتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ام سيدنا زيد بن ثابت ان هي تروح تخليه يتعلم لغة اليهود. ام سيدنا زيد بن ثابت قالت لسيدنا زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تتعلم لغة اهل الكتاب اللي هم لغه اليهود، وهيحتاجك في الغزوات بعد كده عشان تقدر تفك الشفرات او تقدر تعمل محادثات مع اليهود او تفهم الترجمه بتاعت اليهود او الحاجات دي كلها. تخيل سيدنا زيد بن ثابت اخذ كام؟
يعني اخد مده قد ايه علشان مثلا ان هو يتعلم لغه؟ انا لو جيت قلت لك خد الانجليزي ده او اللغه دي اتعلمها، هتجيلي بعد سنه او سنه ونص. ده انت لو شخص يعني بص ميح وتوصل لمرحله البيرفكت بكتير، هتوصل او هتفضل تقول doesn't و people و problem في سنه ونص. يعني انا بشوف كميه ناس حرفيا بتجيلنا السنتر عشان تتعلم اللغه، مفيش ميح. يعني كلمه ميح دي ويقول لك انا اصلا بقالي سنه ونص بتعلم. طب سنه ونص وانت لسه بتقول بيبول وبروبلم وثانك يو فيري ماتش والكلام ده؟ فتخيل سيدنا زيد بن ثابت اخذ قد ايه؟ خد 17 يوم. 17 يوم اتقن اللغه بالكتابه بالمحادثات بتاعتها بفك الرموز بتاعتها بكل حاجه. سيدنا زيد بن ثابت اتعلم لغه اليهود اللي هي اللغه العبريه حاليا في 17 يوم يا مؤمن، كتابه وقراءه ومحادثه واستماع، كل الحاجات بتاعت اي لغه دي في 17 يوم بس. 17 يوم ما اطولش عنها. الفكره هنا انا عايز اقول لك ايه؟ انك لو عايز تتعلم اي حاجه في حياتك، اي حاجه انت عايز تتعلمها، اللغه، مهاره، مهاره جديده، كمبيوتر، بروجرامينج، ايا كان، الماركتنج، اي مهاره في الدنيا، وعندك الهمه انك تتعلمها، والله هتتعلمها. لكن انت جاي لي بعد سنه ونص جاي تقول لي doesn't to people وبروبلم، وتقول لي اصل انا كده جامد جدا في اللغه. انا بقول لك 17 سنه يا مؤمن وتعلم لغه. 17 سنه، 17 سنه، يعني 17 يوم. 17 سنه ده كان ساعتها عنده 12 سنه. 17 يوم وتعلم لغه. فالنصيحه يعني النصيحه ما تحورش على نفسك وتقول انا اصلا بتعلم. لا، انت بتحور. انت لو عايز تتعلم بصح هتتعلم. فاتعلم صح واعمل اللي عليك صح، وتكون عالي الهمه في الحاجه اللي انت بتعملها، هتوصل للي انت عايزه. ده اللي انا عندي. ففي فيديوهات ممكن توصلك للمحادثه في 17 يوم و20 يوم و6 شهور و4 شهور، قادر انت توصل للمرحله دي، بس لما يكون عندك الهمه. فبس ده القصه اللي انا كنت عايز احكيها لك من قصه زيد بن ثابت اللي اتعلم اللغه العبريه في 17 يوم بس. سلام.